دولمة عراقية لاجعة وحامضة بس من صدق. جنن يهبط عيال يموت. أول شي نجيب الباذنجان نقص حلقة من فوق، بعدها راح نحفره وهذا اللي بتطلع عندي راح اثرمه واغليه ويا الحشو. ونضيف للحشو 3 أكواب تمن عنبر مغسول ومنقوع، ونص كيلو لحم أو ربع كيلو لية مثرومات ناعم بالإيد، وباقة شبنت وباقة معدنوس، وراس بصل مثرمه ناعم، وطماطات 2 وسنين ثوم، وخاشوقة فلفل أسود، وخاشوقتين ملح، وعلى خاشوقة من اللامندوزي والنعناع المجفف والكاري، وصلصة تمر الهند، نص كوب دبس رمان وليمونة واحدة، 3 خواشيق معجون وزيت زيتون. آخر شي نخلطن خلطة زينة. الحشوة صارت عندنا جاهزة. راح نجهز البصل ننظفه ونوخر الراس مالته ونقصه من الصفحة، بعدها ننزله بالمي حار لحد ما يصير عندنا لين وبسهولة ينفتح. والباذنجان اللي حفرناه راح نقليه. هسه راح نجيب القدر ونرش شوية زيت، نخلي بالوسط شوية من عوادين السلق وباقي له داير ما دايرة، وبعدها نبدأ نلف الخضروات. البصل يلف بهاي الطريقة، لا تخلون كمية كبيرة من الحشو حتى لا تنفتح عندكم. والباذنجان هم نحشيه ونسد الفتحة مالته بالحلقة اللي قصيناها. والفلفل الأخضر نفتحه بهاي الطريقة، وراح نطلع اللب من عده ونحشيه ونخليه بالقدر. واخر شي السلق راح نلفه بهاي الطريقة. بعد ما لفينا كل السلق وخلصنا راح اخليها 5 دقائق على النار حتى تلشع من جوا، وراح اضيف عليها صلصة. والصلصة هي كوب المي، خاشوقتين معجون، ظرف واحد من ماجي لحم، نص كوب ليمون وملح. وهسه راح اضيف الصلصة. اول ما راح تبدي تغلي عندي راح اخليها على التهدير لمدة نص ساعة. وهسه جهزت عندي. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والمشاركة، واللي ما متابعني خليه يتابعني.